السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي مع الدرس بعنوان كتاب الجنايات الفقه الشافعي. تعريف الجنايات. السؤال الأول يقول: لما عبر بالجنايات دون الجراح؟ لماذا لم يقل المصنف كتاب الجراح وقال كتاب الجنايات؟ والجواب: لإرادة العموم. كلمة الجنايات تشمل الجراح وتشمل غير الجراح اللي هي القطع والقتل. يبقى لماذا عبر بالجنايات دون الجراح؟ هنقول لي تشمل الايه؟ العموم، الجراح والقطع والقتل، يبقى تشمل أشياء كثيرة مما يوجب حدا أو تعزيرا. عندنا العقوبات في الإسلام إما أنها توجب حدا، سرقة، قتل، زنا، دي اسمها ايه؟ عقوبة لها حد مقدر. وفي عندنا عقوبات ليس لها حد مقدر، ده اسمه تعزير. يعني واحد شتم واحد، تمام، واحد ضرب واحد، مش عليه حد إنما عليه تعزير. الكذب ليس عليه حد، فيه تعزير. يبقى تاني تعريف الجنايات أو لما عبر بالجنايات دون الجراح، هنقول لإرادة العموم لتشمل الجراح وغيرها من القطع والقتل ونحوه مما يوجب حدا أو تعزيرا وهو حسن. طيب، بيقول لي لماذا؟ بيقول لي أولا هنا جمع الجنايات، جمع لكلمة جناية. طب لماذا جمعت ومع إنها مصدر؟ كلمة جناية، جناية كده لوحديها مصدر، جناية مالها مصدر، تمام. والمصدر ده يطلق على الواحد ويطلق على الجمع، زي كلمة ضيف كده. لو تفتكر في سورة الذريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ فكلمة ضيف دي مفرد، مع إنهم ما كانوش واحد، لا ده كانوا أكتر من واحد. فقال لي لا، ما هو كلمة ضيف دي مصدر، والمصدر ده يطلق على الجمع ويطلق على المفرد. طيب زيها بالظبط كلمة جناية، تمام. اشمعنى كلمة جناية ما اقتصرش عليها وقال جنايات؟ لماذا جمعت كلمة جنايات وما اكتفيناش بالمصدر؟ تعال معي. بيقول لي جمعت جناية وجمعت وإن كانت مصدرا. لماذا؟ لأنها تتنوع إلى 3 أقسام: أقسام القتل: عمد، شبه عمد، خطأ. يبقى جمعت وإن كانت مصدرا لأنها تتنوع إلى كم قسم؟ 3: عمد، تمام، عمد وشبه عمد وإيه؟ وخطأ. يبقى ده أول سؤالين معانا. بعد كده الأصل والدليل في الجنايات. الأصل اللي هو الدليل يعني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: أولهم 1 الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات. حكم القتل ودليله. طبعا حكم القتل ده من أكبر الكبائر بعد الكفر. عندنا دليل تاني على أن القتل من أكبر الكبائر بعد الكفر، ده دليل تاني غير الأول. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل تقريبا عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني شريكا. ثم قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. يبقى ده دليل على أن الشرك أو القتل النفس بغير حق ده من أكبر الكبائر. حكم توبة القاتل عمدا. طبعا أنت تعرف أن هو إيه؟ تصح توبة القاتل عمدا. لماذا؟ هنقول العلة: لأن الكافر تصح توبته. واحد كافر لو تاب طبعا يقبل توبته، فالقاتل من باب أولى. سؤال تاني مرتبط برضو بالتوحيد بتاع ثالثة ثانوي برضو: هل يتحتم عذاب القاتل وهل يخلد عذابه إن عذب؟ طبعا يتحتم عذابه دي طبعا ما ينفعش ان احنا نقولها. هل يتحتم عذابه؟ لا، ما نقولش يتحتم ابدا، لا يتحتم عذابه. لماذا؟ لانه في خطر المشيئة. يعني ايه؟ يعني طول ما الانسان ده لم يرتكب الشرك يبقى هذا
من الممكن أن يغفر الله عز وجل له حتى من غير توبة، حتى من غير توبة من الممكن. لماذا؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون ذلك. يبقى لو قال لي هل يتحتم عذاب القتل، هنقول له لا يتحتم عذابه، بل هو في خطر المشيئة، يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يخلد. طب لو عذب، لو الرجل القاتل ده عذب، هل يخلد عذابه في النار؟ لا، لا يخلد عذابه إن عذب، وإن أصر على ترك التوبة برضو يبقى وإن أصر على ترك التوبة لا يعذب. تمام. والعلة قال كتوبة سائر الكبائر، زي أي كبيرة غيرها. طيب ما المراد بالخلود في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ الخلود هنا معنى ايه؟ هنا في خلود اهو، والخلود معناه قال هو المكث الطويل. الخلود معناه يعني من طول مدته في النار، فقال الله عز وجل خالدا فيها. فالخلود هنا عندي خلود أبدي بالباء، وخلود أمدي بالميم. فالخلود الأبدي دوت إلى أبد الآبدين، يقال إن هو إيه لا يخرج منها. والخلود الأمدي دوت يعني مقيد بوقت معين، إلى أمد، إلى زمن معين وسيخرج منها. يبقى المقصود بالخلود هنا في هذه الآية خالدين فيها أو خالدا فيها، هنقول الخلود هنا معناه المكث الطويل. العلة قال لي لأن الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين ما لهم لا يدوم عذابهم. آراء العلماء، ودي برضو مسألة في التوحيد، هل القتل يقطع الأجل؟ الرجل اللي مات مقتول دهوت كان لسه في عمره بقية ولا مات عند نهاية عمره؟ طبعا القول الصحيح، قول العقلاء اللي هم أهل السنة، المقتول لا يموت إلا بأجله، والقتل لا يقطع الأجل. من يوم ما ربنا خلق فلان الفلاني دهوت وكتب عمره، كتب السبب الذي سيموت به، يعني ما هيموت مقتول على عمر 20 ولا 50 سنة، يبقى الموت العمر مكتوب، وأيضا سبب الموت مكتوب. طيب المعتزلة لا طبعا خالفوا أهل السنة وقالوا إيه؟ أن القتل يقطع الأجل، وده كان له أجلين، لو لم يقتل لمات لا عاش إلى الأجل، وطبعا كلام باطل. هنخش في أنواع القتل، وأنواع القتل 3. قال عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ اسمه شبه عمد. يبقى كلمة محض دي خالص، وكلمة محض دي تذكر في 2، العمد والخطأ. العمد والخطأ، يعني عمد خالص وخطأ خالص يعني، ومتوسط بينهم، في شبه من العمد وفي شبه من الخطأ. السؤال بيقول لي ما وجه حصر القتل في هذه الأقسام؟ لماذا حصر القتل في ال3 أقسام دول؟ اشمعنى 3؟ الجواب قال أن الجاني أنا عندي ده مثلا، نقول ده المقتول، ماشي، الجاني اللي قتل أخينا دهوت، قال إن لم يقصد عينه يعني هو ضرب حد تاني خالص، يقصد زيدا فضرب عمرا، هو يقصد أن يضرب زيد بس في ظروف اجت لعمرو، الشخص ده اسمه عمرو، لا يقصد عمرو خالص، يبقى ده اسمه قتل خطأ. يبقى أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ، ده خطأ خالص، أنا لا أقصد عين هذا الشخص، لا أقصده. طيب يبقى ده إيه؟ دي نوع من أنواع القتل وهو الخطأ. طيب وإن قصده، لو قصد عمرا دهوت، هو يقصد أن يقصده، طيب لو قصده هيطلع معايا نوعين من القتل. قال لي إن قصده بما يقتل غالبا يبقى ده عمد، قصد عين الشخص. طب هنشوف قصده بإيه، لما مسك فيه وضربه بإيه؟ بما يقتل غالبا يبقى قتل إيه؟ عمد. طب إن كان بما لا يقتل غالبا فده يكون شبه عمد. خش في تعريف الإيه؟ القتل العمد. القتل العمد ما تعريفه؟ بيقول لي تعريف القتل العمد هو أن يعمد يعني الجاني إلى ضرب الشخص
المجني عليه بما يقتل غالبا. يبقى أن يقصد الجاني المجني عليه بما يقتل غالبا. غالبا زي إيه؟ قال كجارح، حاجة تجرح، ومثقل، حاجة تقيلة يعني حاجة وقعت عليه موتت، وسحر، فالسحر قد يكون سبب في الموت. ويقصد بفعله قتله بذلك عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح، ده تعريفه. يبقى برضو مع كل ده النية بتاعته كان يقصد أنه يقتله بذلك عدوانا، مش يعني بغير حق يعني، من حيث كونه مزهقا للروح. واحترازاته التعريف، شرح التعريف يعني بيقول لك قصد الفعل، خرج بقصد الفعل، يعني هو يقصد الشخص ويقصد الفعل. قال لي خرج به ما لو زلقت رجله فوقع على غيره فمات. يعني لو واحد ماشي واتزحلق والراجل ده كان ما شاء الله يعني 200 كيلو ولا حاجة، وقع على واحد ضعيف غلبان فمات. فقال لي ده هو حتى لو قصد الشخص، بس أصلا إيه هو الموضوع ده خطأ، لم يقصد الفعل. يبقى لازم يقصد الشخص ويقصد الفعل علشان يكون قتل عمد. هو إن كان قصد الشخص في ده بس لم يقصد الفعل يبقى ده قتل خطأ. خرج بقوله الشخص المقصود بالجناية ما لو رمى زيدا فأصاب عمرا أو عمرا، يبقى ده اسمه قتل إيه؟ خطأ، ما قصدش الشخص. خرج بقوله الغالب، يعني حاجة تقتل غالبا، خرج بها الإبرة. الإبرة في الغالب لا تقتل بس لو جت في موضع غير مقتل. يبقى الإبرة لو غرزها في غير مقتل ولم يعقبها ورم ومات يبقى ده اسمه إيه؟ فلا قصاص عليه وإن كان عدوانا لفقد الآية، يبقى ده اسمه إيه؟ قتل خطأ. العدوان خرج به القتل الجائز. يعني إيه؟ القتل الجائز ده واحد بيطبق الحد على حد قاتل، يبقى ده قتل بحق. خرج بقوله حيثية إذهاق الروح، قال لي إذا استحق حز رقبته قصاصا فقد. يعني شرعا إذا أراد الحاكم أن يطبق حكم القصاص على أحد المتهمين أو أحد القتلة، تمام، قصاصا يعني واحد قاتل يطبق على الحد. كيف يطبق؟ قال تقطع رأسه، يعني الرأس تقطع من إيه؟ من الرقبة. طيب لو اجى الراجل دوت بدل ما يطبق الحد كده شقه نصين من النص، هل الراجل اللي طبق الحد دهوت عليه قصاص؟ لا. إذا استحق حز رقبته قصاصا فقده، يعني شقه نصفين، فلا قصاص فيه وإن كان عدوانا. ليه؟ لأنه ليس عدوانا من حيث كونه مزهقا. العدوان بتاعه الاعتداء بتاعه مش حوس، مش من ناحية ان هو ايه تسبب في اخراج الروح، لا، خروج الروح اصلا وان هو يموت كده كده كان محكوم عليه بالموت. بس العدوان بتاع الراجل ده كان من حيث تطبيق الحكم، وانما عدوانه من حيث انه عدل عن الطريق. الطريق ان هو يقطع الرقبة بس يخالف ايه ويقطعه نصفين. ما الواجب؟ طيب الواجب في القتل العمد طبعا يجب في العمد المحض فقط لا غيره القود، يجب فيه القود، والقود اللي هو القصاص، وسمي قودا لأنه إيه؟ الجاني يقاد بحبل إلى محل الاستيفاء. يقاد يعني يسحب يعني. الدليل يبقى يجب في القتل العمد إيه؟ القصاص فقط لا غيره اللي هو القود، يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فيه القصاص سواء الرجل ده مات في الحال أم بعده بسراية جراحة، يعني الرجل ده انضرب أو انخبط بسكينة وبعد شهر ولا 2 مات بس بسبب دي، برضه هو نفس الحكم. وإنما وجب فيه القصاص. اشمعنى قلنا فيه قصاص ما فيهوش دية؟ هنقول لأنه بدل متلف فتعين جنسه. يعني انت اتلفت نفس فتعين عليك ان احنا نجيبك مكانه ونموتك مكانه زيه. بدل متلف، قتل انسانا فالانسان مكانه يموت، مش هنروح نجيب مثلا ايه معزة نموتها مكان انسان، لا، من الجنس بتاعه، انسان بانسان، تمام. قال والعلة وقياسه كسائر المتلفات. لما سمي قودا؟ هنقول لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء، يعني محل تنفيذ الحكم. بين حكم عفو المستحق للقصاص عن القود فيما يأتي. أنا عندي أدي 1 2 5 مسائل في العفو، ركز معايا في مسائل العفو دي. بيقول لي ما الحكم؟
إن عفى المستحق للقصاص عن القود مجانا أو أطلق العفو. يبقى عفى، والعفو الأول نوع اللي هو إيه؟ عفى مجانا، يعني قال أنا عفوت مش عاوز فلوس، أنا عفوت مجانا، قال أنا عفوت إيه؟ مجانا. أو قال أنا عفوت عنه، ما حددش، أطلق كده. لو قال عفوت مجانا أو أطلق العفو قال لي سقط القصاص ولا دية على المذهب، ما فيش دية وسقط القصاص. لماذا؟ قال لأن القتل لم يوجب الدية، الدية لا يوجبها القتل، القتل ده أوجب القصاص. طب القصاص سقط، خلاص يبقى كده ما فيش حاجة. قال لي لأن القتل لا يوجب الدية، القتل لا يوجب الدية إنما يوجب القصاص. طب والعفو؟ العفو هذا إسقاط ثابت وهو القصاص. طالما الشخص ده هو ولي المجني عليه عفى عن القصاص يبقى القصاص سقط، يبقى العفو هو اللي أسقط الثابت اللي هو القصاص. يبقى طالما عفى يبقى أسقط الايه؟ القصاص. والعفو هذا لا يوجب الايه؟ الدية. العفو هو شغلية العفو دوت يسقط الايه؟ الثابت وهو القصاص، انما الدية لا يوجبها الايه؟ القصاص ولا يوجبها العفو. طيب الحكم الثاني في العفو قال لي لو عفى المستحق للقصاص عن القود على مال، قال انا عفوت على مال، هنطلب من الرجل القتل ده ايه؟ قال وجبت دية مغلظة حالة، ركز، مغلظة دي واحد، حالة اتنين في نفس الوقت، تلاتة في مال القاتل. يبقى مغلظة وحالة في الوقت الحالي وفي مال مين؟ القاتل. قال له حتى وإن لم يرضى الجاني لأنه روى البيهقي عن مجاهد وغيره كان في شرع موسى عليه الصلاة والسلام تحتم القصاص جزما، يعني ما فيش خيار، وفي شرع عيسى خففت إلى الدية فقط، فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة وخيرها بين القصاص وبين الأمر، لما في الإلزام بأحدهما من المشقة، والعلة في عدم اشتراط رضا الجاني لأن الجاني أصلا محكوم عليه فلا يعتبر رضا. إزاي هنعتبر رضا الجاني أصلا؟ يبقى الجاني يحمد ربنا إن هو إيه أصلا رضيوا بالدية، يبقى زي ما هم أو زي ما الشرع طلبها وأمر بها. طيب الحكم الثالث العفو. الحكم الثالث هم 4 أحكام في العفو. قال لو عفى عن عضو من أعضاء الجاني، طبعا لو قال عفوت عن رأسه، هتعفى عن رأسي مثلا وتقطع ايديه؟ لا ما ينفعش. لو قال عفوت عن عضو من الأعضاء سقط كله. لماذا؟ قال كما أن تطليق بعد المرأة تطليقا لكلها. لو الرجل طلق رأس المرأة طلق يدها، قال لي تطلق كلها لأن الإنسان لا يتجزأ. طيب الحكم الرابع والأخير في العفو قال لي لو عفى بعض المستحقين للقصاص دون البعض. أنا عندي 2 أهمت، الاتنين دولي مستحقين للقصاص، ولي أولياء المقتول، واحد منهم الأب مثلا قال أنا عفوت والأم قالت لأ مثلا، فهنقول إيه؟ يغلب جانب الإيه؟ العفو، سقط القصاص وإن لم يرضى البعض الآخر لأن القصاص لا يتجزأ ويغلب فيه جانب الإيه؟ العفو اللي هو السقوط يعني.